السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قناة ميرفت جمعة بقدم لكم النهاردة طريقة عمل مخللات الموسم. طبعا اللفت من الحاجات الجميلة أوي في الشتاء، وبشايره طلعت وظهر، ودلوقتي تلاقوه جميل أوي مش شايخ. حتى يعني القصة الأكبر من المتوسطة تلاقي قلبها مش شايخ، فبنخلله معاكم دلوقتي. وهنخلل الخيار برضو بقى جميل ورخص اهو. وبنخلل البنجر، مش بنحطه في اللفت بس، بنخلله بيتعمل سلطة. بيتعمل سلطة نوعين، ممكن النوع المسلوق وممكن النوع المضروب، مسلوق ومطحون كده سلطة، فبتبقى جميلة. بنجر ليه فوائد كتيرة طبعا، مضاد للأكسدة والسرطان، ومليان حديد وفيتامين، أنواع فيتامينات كتيرة. بنجيب اللفتاية ونقشرها بالمقشرة اهي كده اهو. اهي طبعا التقشيره بتاعت المقشره رقيقه جدا اهي، وما بتهدرش. قبل ما ابتدي ما تنسونيش في لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ادي اللفته اهي، انا بقشرها عشان احيانا بتبقى القشره مجلده لو هو مش طازه مش فريش يعني، فانتي من الافضل تجيبيه كده. وبعدين دلوقتي مش شايخ وقلبه حلو. بصوا اهو، بجيب القطاعه اللي زي دي اللي عندك. بصوا طبعا بيكون غسلاه بفرشه، عامله فرشه للبطاطا للفت للبنجر للخيار للخضروات، عامله فرشه مخصوص اغسل بيها عشان الطينه. وبقطعه كده. بصوا قطعي الحجم اللي انت عايزاه. السكينه دي بتدي، القطعه دي بتديكي شكل حلو اللي هو شايفين شايفين كده، وبيبقى قلبه ابيض وجميل مش شايخ. بصوا طبعا بنغسله غسله حلوه قبل ما نقطعه، وبنقطع العنقوش العروش اللي تحت والراس من فوق. ده بالنسبة لللفت عشان ايه ما بياخدش وقت، من 3 ل5 ايام بيتخلل وبيتك وبالهنا والشفا. ده بالنسبة للخيار انا بسيبها زي ما هي وبغسلها بالفرشة كويس قوي. واهي شكل الكمية اللي انت عايزاها. ده هنشيله بقى خالص. نيجي بقى للبنجر او الشمندر. مش انا ساعات ببشره للسلطة وبخلله بيبقى طعمه جميل. ممكن تسلقيه وتعمليه سلطة، وممكن ان انتي تسلقيه وتهرسيه وتعمليه برضه سلطه. بيتحط في العصاير مع اي انواع فاكهه، الرمان، الفراوله، التفاح، الموز، لان قيمته الغذائيه عاليه جدا. خشوا على جوجل كده وهتلاقوا فوائده كتيره جدا، مضاد للاكسده والسرطان، وغني بالمعادن والحديد. مليان حاجات كتيرة جدا بصراحة، فقيمته الغذائية عالية جدا. وممكن تعمليه عصير وتشربيه، تدخليه في الصلصة عشان تدي حمار. هو يعني صيدلية متكاملة. فهنبتدي دلوقتي، هنجيب ادي المخللات اهي. طبعا البنجرايه بتغسليها بالفرشة، وبعدين تقشريها بالمقشرة، وبعدين تقطعيها بالشكل اللي انت عايزاه. معانا بقى البرطمانات ومعانا فلفل. هنجيب ميه. هملى دلوقتي قبل البرطمانات باللفت والخيار والبنجر، وايه ونشوف ايه ونرجع ونعمل الميه بتاعتها. عبينا البرطمانات اهو، ادي اللفت وادي الخيار وادي البنجر. معايا دلوقتي بشرة بنجر، انا بعمله بتاع السلطة كل اسبوع كده بشره مرة. هنحط منه شوية على البنجر، على اللفت البنجر. بصوا ببشره بالمبشرة
او لو عندك المكنة القشر. حط كده. المبشور احسن من الحتت عشان خاطر ايه؟ يديك اللون. بصوا حطينا ادينا معلقتين اهو، معلقتين بنجر اهو كويس. هنزل بفلفل اهو اهو، هنزل بالفلفل اهو على كل برطمان حتتين كده اهو. طبعا معايا الميه دي مغليه وسايباها تسقع اهو. حطينا البنجر اهو، ادي الفلفل عشان تدي ايه بقى اللي بيحب الفلفل ده حسب الرغبه. هنيجي نجيب بقى توم، نحط ايه كام فص توم كده، انا مفرزاه طبعا. بصوا نحط ايه لكل واحده كده معلقه توم. هنحط ربع كاسه من زي فنجان اهو، نص الكاس فنجان قهوه خل اهو بقى نحط نعمل لكل واحده الميه بتاعتها، الميه مغليه وبردت، فبحط الشطه دي حسب الرغبه، يعني احط معلقه شطه اهي حسب الرغبه كده. نيجي بقى نحط هنا في كل واحده من دي معلقه سكر. ماده السكر ماده حفظ وبتحافظ على القرقشه. ادي معلقه سكر. نيجي بقى نحط الملح، دول 2 ميه في كل واحده، هحط على كل واحده اهي ادي معلقه 2 وادوق، لان ده مش زي الزيتون خالص ولا هعمله بالبيضه. حطي معلقتين كده، ده مش زي الزيتون خالص، فانت بتعملي الحط اللي انت عايزاه، يعني ايه ما تملحوش قوي ماشي. هقلب بقى المكونات دي كلها. هخلص بقى ده واعبي البرطمانات وتدوق الحد، ان هو يكون الحد المعقول اللي انت تاكلي بيه عادي، مش زي الزيتون عايز بيضه وعايز ملح زياده عشان المراره، لا اهو. هعبيه بقى في البرطمانات وارجع لكم. حطينا بقى الميه المغليه اللي بردت، وبصوا اللون بقى يبدا يبهت، والخيار اهو والبنجر او الشمندر اهو. هنقفل بقى كل برطمان. اللفت ده من 3 ل5 ايام هو والخيار. البنجر يقعد اسبوع 10 ايام اهو. طبعا ايه بالنسبه للبنجر هو اهو منزل اللون اهو، شايفين احمر اهو. بالنسبه لللفت اهو هتلاقيها ايه هيدي اللون بقى ايه مع شويه كده، وتلاقيه خرط اهو. بصوا هتلاقيه هيخرط كده. اتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم، واترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.